معدي ال 25 مليون جنيه، وتصميمه واخد الطراز الفرنسي، ديكوراته فخمة وكلها ذهب في أغلى وأندر أنواع الأنتيكات. اللون العسلي مسيطر عليه، وتصميم السجاد محدش يتخيله. الحيطان مزخرفة بأفخم اللوحات، ومساحته تعدي ال 100 فدان. خد لك جولة جوه قصر الفنانة شريهان. يا ترى القصر ده مكانه فين؟ وهل فعلا كان ملك النجم الراحل عمر الشريف وخسره في لعبة؟ يا ترى عايشة مع مين جوه القصر ده؟ هل اشتريته من فلوسها ولا من فلوس جوزها رجل الأعمال الأردني؟ التفاصيل دي كلها هتسمعوا معايا في الفيديو ده، بس خليكم متابعين الحكاية للنهاية. سبحان الله، أول ما نقول الفنانة شريهان أول حاجة بتيجي في دماغ الناس هو الرقي والجمال والأناقة، علشان شياكتها في إطلالاتها وكمان اهتمامها بنفسها، ودايما بتحب تكون حلوة ورقيقة. تخيلوا بقى لما تشتري قصر هيكون تصميمه وتشطيباته عاملة إزاي. الحقيقة إن مهما الواحد تخيل عمره ما هيوصل لربع الخيال بالنسبة لقصرها ده. الصراحة هو قصر فخم بتاع بشوات بحق وحقيقي، وكل اللي يشوفه سواء من الفنانين أو رجال الأعمال أو حتى الجمهور بيفضل يبصله وهو مذهول ومنبهر من فخامته اللي مش موجود زيها دلوقتي في مصر. قصر النجمة شريهان اتبنى في المنصورية على مساحة كبيرة تعدي ال 100 فدان، وقريب جدا من قصر الزعيم عادل إمام، والأسعار هناك مش أقل من 20 مليون جنيه. كل القصور هناك على الطراز الأوروبي، شيء إيطالي على فرنسي وكل حاجة، وفي القصور بتتعرض للبيع هناك، وبيتقال إنها قصور الأغنياء. ودايما لو حد هيبيع القصر بتاعه هناك بيقول ده قريب من قصر عادل إمام وشريهان. قصر نجمة الاستعراض ده واخد الطراز الفرنسي، أيوة يعني متصمم على شكل قصور فرنسا بالظبط، وقدامه جنينة كبيرة يرمح فيها الخيل وما يجيبش اخرها زي ما بيقولوا. وطبعا في الجنينه دي حمام سباحه كبير وكله باحدث الامكانيات، ومعظم وقتها بتقضيه فيه. ما انتم عارفين هي ما بتطلعش بره بيتها كتير وملهاش في جو الساحل واللازم منه. ندخل بقى القصر من جوه، عينك هتلاقي باب كبير مصفح مصنوع من الخشب. ادخل بقى على الحلاوه والجمال، هتلاقي الحيطان كلها متزخرفه بافخم انواع اللوحات. ايوه يعني مش مجرد براويز عجبتها وبحطتها، لا دي لوحات شكلها شارياها من باريس، بلد الرسم والابداع. اللون العسلي مسيطر على القصر، وفي الريسبشن اكتر من 4 صالونات فيهم من الذهب ومرسوم عليهم رسومات بتاعه زمان واللي كانت موجوده على طقم الصيني، وصالونات مصنوعه من الجلد والشموعات. وفي السقف متعلق نجف شكله كلاسيكي بس في نفس الوقت غريب تقريبا، مش هتشوف زيه في اي بيت فنان. وفي كل مكان هتلاقي فازات كبيره لونها زيتي، ده غير الاباجورات البيضاء واللي بتدي طابع بالجمال والكلاسيكيه في المكان. حتى الشمعدان بتاع زمان موجود على قلب ترابيزه صالون من الصالونات الموجوده في الريسبشن. ما اقولكوش بقى على جمال السجاد العجمي اللي زاد من حلاوه المكان. طبعا بعد ما شفت القصر استغربت وقلت انه فعلا قصر من قصور البشوات والملوك، علشان ديكوراته كلها كلاسيكيه. طبعا معكم حق، لانه كان ملك باشا من بشوات مصر بتوع زمان، يعني مش بتاع النجم الراحل عمر الشريف وخسره في لعبه زي ما الناس ما بتقول. اشترت شريهان القصر من فلوسها اللي جمعتها من شغلها في الفن، ما كانتش بتاخد اي اجر برضه، دي نجمه كبيره وكلنا عارفين انها فنانه شامله تمثيل وغنى واستعراض، وقررت انها تكمل حياتها فيه مع بنتها وجوزها رجل الاعمال الاردني علاء الخواجه. ايه اكتر حاجه عجبتكم في قصر الفنانه شريهان؟ شاركوني برايكم في التعليقات.